جايه لكم كده بقى النهارده بالكبير. عرق تريبيانكو. هنعمله لحمه بارده. طبعا تقدروا تستخدموه في حاجات كتير لو موجود عندك انا حبيت اعمله النهارده لحمه بارده بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعمه تحفه. طبعا عرق التريبيانكو تقدروا انكم تستخدموها في الشوي، يعني تجيبوا العرق وتقطعوه وتشووه. آم، تقدروا تعملوا منه حاجات كتير، بس انا فضلت ان انا اعمله النهارده لحمه بارده يعني كنوع من التغيير. هنبدأ بقى ان احنا نعمله مع بعض. يلا بينا بقى نشوف كده هنعمله ازاي. ما تنسوش اللايك للفيديو. اول حاجه جبت العرق اللي هو التريبيانكو ده. طبعا بتروحي للجزار وتقولي له عايزه عرق التريبيانكو. عايزه بقى على حسب ما انت عايزه العرق كامل، عايزه كيلو منه، على حسب ما انت عايزه يعني. وبعدين تقدري بقى انك تخليه خالص من الدهون الموجودة عليه دي. انا سبته بالدهون بحيث ان انا لما اجي بقى احمره كده الدهون دي تدي طعم احلى للعرق. وبعدين هبدأ ان انا اتبله بقى. هتبله بشوية بهارات بسيطة جدا، شوية قرفة، شوية كزبرة ناشفة، وشوية فلفل اسود على ملح. بس كده. هتبله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هجيب بقى اللي هو الخيط. لا، او قبل الخيط هنبدأ ان احنا نفتحه كده ونحشيه توم وفلفل اسود حب. تمام. ده بيدي طعم حلو قوي للعرق. بعد ما بيستوي التوم كده بيدوب كده جوه العرق، فبيدي طعم حلو حلو جدا للحمه البارده. وتقدروا تحطوا كمان فلفل اسود حصى كده برضو بيدي طعم حلو قوي. بس انا طبعا تبلته كده من بره بالفلفل الاسود والقرفه والكزبره الناشفه، فمش محتاجه ان انا احط فلفل اسود حب. وبعدين هجيب بقى الخيط ده الخيط يعني بتجيبوه من محل بتاع يعني الحاجات الادوات المنزليه. بتقولوا له عايزين الخيط اللي هو يعني بنقدر نستخدمه في الاكل وكده، فبيديك النوع ده. المهم جبته بقى، وبعدين فضلت ان انا الف كده على العرق بالخيط. آه، علشان يعني يمسك العرق معانا كده واحنا جايين نسويه. طبعا يعني بتعمل بكل سهولة. بصوا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بفضل اعمل عليه كله بالعرق ولحد لما اخلصه كله. طيب، في بقى ممكن ناس يعني بتسأل يقولوا طب هو عرق التربيانكو ده بيكون موجود فين في العجل؟ انا بقى هقول لكم موجود فين. العرق ده بيكون موجود في العضله، في الساق الخلفيه للعجل. بتكون قريبه كده من الديل يعني. يعني ودي افضل لحمه تقدروا تعملوا بيها لحمه بارده او بفتيك او ستيك. هي اللحمه دي ما بتاخدش يعني نوعيه اللحمه دي ما بتاخدش سوا خالص، بتستوي بسرعه. فتقدروا تعملوا بيها حاجات كتير. يعني هو بيفضل في العزومات. لما بيكون في عزومة الناس بتحب ان هي تعمل اللحمة الباردة دي، لان بيكون شكلها حلو على السفرة لما بنقطعها كده ونحطها في طبق او سيرفيس كده. تحتيه شوية من الخضار. ومزينين الطبق كده بيدي شكل حلو قوي لل للسفرة. وكمان تقدروا تعملوه مثلا لو عندك عزومة، تقدري تعمليه قبلها بيوم، لان اللحمة دي بتتاكل باردة ما بتتاكلش سخنة. فتقدري تعمليه قبلها بيوم وتقطعيه وتروحي حطاه في طبق التقديم وعامله عليه مغلفاه بورق الفويل. وبعدين تسيبيه بقى وتقدميه تاني يوم على الاكل على طول. فهو بصراحه لذيذ جدا. طيب، مش عايزه تعمليه لحمه بارده، تقدري تستخدميه في الستيك. تقطعيه وتعمليه ستيك. تشويه كده على الشوايه. يعني معاكي اختيارات كتير. المهم بقى ان انا عملته لحمه بارده. فعملته كده بالخيط زي ما انتم شايفين كده. شايفين شكله في الاخر عامل ازاي؟ تحفه. وبعدين انا بقى في خطوه كده انا بحب اعملها برضو يعني. مش عارفه في منكم يعني هيتفق معايا ولا ايه. بس انا بحب اعملها، اللي هو اتبل برضو العرق ده بتبله ببصلايه وقرن فلفل كده، واسيبه في التتبيله دي لمده يوم. يعني عاملاه مثلا النهار، هعمله مثلا بكره، اتبله قبلها بيوم واسيبه في التلاجة كده يتبل، بحيث ان هو اللحمه من جوه تتشرب من التتبيله دي، فبيدي طعم خيالي للعرق. طيب، مش عايزين تعملوا الخطوه دي، ممكن تبشروا ميه، تبشروا بصلايه وطماطمايه
وتاخدوا المية بتاعة البصل والطماطم دي وتروحوا حاطينها برضو في العرق، في العرق ده، وتسيبوها مثلا لمدة ليلة كاملة، وبعدين تسووه. ده براحتكم. المهم ان انا عملت له ايه، عملت له بصلايه كده وقرن فلفل في الكبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعدين هحطه بقى هحط العرق ده في التتبيله دي واسيبها لحد تاني يوم. بتدي طعم حلو جدا، وبتخلي العرق كده متبل من جوه، وبتدي نكهه حلوه جدا. تمام. طيب لو في بقى ممكن يقولوا ايه، طب ما احنا كده لما نيجي بقى نديله اللي هي الصدمة اللي هي عشان ياخد اللون ده، البصل ده يتحرق والفلفل وكده. بتقدروا قبل ما انتوا تديله الصدمة دي، تشيلوا من عليه اللي هي التتبيلة دي اللي هي موجودة. هو كده كده اصلا العرق اتبل معانا. او ممكن تديله الصدمة دي مثلا في صينية، وبعدين تسووه في صينية تانية زي ما انا هعمل دلوقتي. رحت جايبة صينية، حطيت فيه مكعب من الزبدة ومعلقتين 3 كده من زيت الذرة. طبعا يفضل تكون الزبدة طعمها حلو. انا كنت مستخدمة زبدة لوربك و... وزيت ذرة اللي هو كريستال طبعا، يعني عشان العرق يكون طعمه حلو في الاخر، لان احنا في الاخر مش هنحمره تاني، هي التحميرة دي بس. فعليها يكون شكل اللحمة في الاخر، او شكل العرق في الاخر. فبدأت بقى ان انا جبت صينية كده وتكون كبيرة، علشان طبعا يعني تاخد كده العرق. ونزلت كده اول لما سخنت جامد، يعني حتى لو اخدتوا بالكم ان الزبده كانت خلاص هتبدا تتحرق معايا، فخليتها ان هي تسخن جامد، ورحت نازله بالعرق لحد لما تاخد بقى التشويحات التحفه واللون الفظيع ده. بصوا بقى شايفين الشكل وريحته بقى، مش عايزه اقول لكم الريحه، يعني حاجه كده وهميه. وفضلت بقى ان انا اقلب فيه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم انه بيوجع الايد جدا لانه ما شاء الله تقيل، فعايزين يعني تكوني ماسكه بايدك الاتنين. بصوا بقى، فضلت يعني اقلب فيه من كل ناحيه لحد لما اخد اللون التحفه ده. وبعدين جبت بقى حله تانية تكون كبيره برضو، حطيت فيها ميه سخنه، نزلت بالبهارات، نزلت بحبهان، نزلت بورق لورا، قرفه، جزر، عود قرفة، بصل، طماطم، فلفل. حبشت كده المية بتاعة العرق دي. وبعدين هجيب بقى العرق بكل البهاريز اللي فيه، واروح حطاها في الحلة واسيبه بقى يستوي. بياخد من ساعة لساعة ونص لحد لما يستوي. بجد كان ريحته وهمية. ده بقى بعد لما سيبته يبرد خالص. بعد لما استوى وسبته يبرد. طب نعرف ازاي ان هو استوى؟ لما بتطلعيه كده من الحله وتحطي السكينه فيه، بتلاقي الميه اللي طالعه من العرق من جوه لونها ابيض، كده تعرفوا ان هو استوى. تمام. او لو ما تيجي مثلا تقطعي منه حته تلاقيها اتقطعت منه بسهوله، برضو تعرفي ان هو كده استوى. بس هو بياخد من ساعه لساعه ونص على نار وسط كده. وطبعا خلوا بالكم مش تسيبوه يستوي جامد علشان ما يتهرش منكم وما تعرفوش تقطعوه في الاخر. بعد لما بقى استوى، رحت بدأت بقى ان انا اقطعه بالشكل ده. طبعا الشوكة ما كانتش يعني مخلياني مش عارفة اتحكم كده في التقطيع. فرحت ماسكة بايديا وبدأت ان انا اقطعه شرايح كده بالشكل ده. كان تحفة. وطبعا زي ما انا قلت لكم ان هو بيتقدم بارد، ف بيكون جميل قوي. وجهزت بقى السرفيس اللي هنحط فيه. جبت كده شويه من البقدونس والكزبره الخضراء، حطيتهم كده تحت في الطبق، ورحت حاطه فيه اللحمه البارده كده، ورشيت شويه كمون على فلفل اسود على ملح كده على الوش. وتقدروا تقدموه بقى بألف هنا. من احلى الاطباق اللي ممكن تتعمل في العزومات، ومننا داخلين على رمضان، فان شاء الله تعملوه في العزومات باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك، واعملوا لي متابعه، اعملوا لي متابعه او اشتركوا في القناه، وقولوا رايكم في الكومنتات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.